إن ذكر الله عز وجل حقيقة هو الغنيمة الباردة. الغنيمة الباردة يراد بها تلك الطاعة التي لا تكلف الإنسان الكثير من العناء، ولهذا كان قيام المؤمن في ليل الشتاء وصيامه لنهاره هي الغنيمة الباردة، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح إذ قال: الشتاء هي الغنيمة الباردة. لا يحتاج منا إلى جهد كبير ولا إلى عمل كثير ولا إلى وقت طويل، وإنما لسان ينداح بذكر الله سبحانه وتعالى، وقلب يتأمل هذا الذكر من شكره وعبادته وحسن طاعته سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله عن أعظم الذكر وهو القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو يسر وسهل على من يسره الله عز وجل عليه. الذي جاهد نفسه بطاعة الله يفتح عليه بالخير الكثير من الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا تغرك يا عبد الله هذه الدنيا بحسنها وجمالها، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، وخذ بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذن هذا هو الدواء الناجع والبلسم النافع، وذلك لقلبك ولوقتك. ما أسهل الذكر أيها الأحبة، لا يحتاج منا إلى جهد وإلى جهاد، ولا إلى بذل وعطاء، ولا إلى قيام وقعود، وإنما قلب ولسان يشتغلان بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا عجزت أن تقوم في الليل تتجافى بجنبك عن مضجعك، وإذا عجزت عن بذل المال، وحال دون البذل البخل والشح، وأردت أن تجاهد لكن الجبن والخوف والهلع والفزع حالت دون ذلك، فما هو الحل؟ ما هو سبيل الخلاص؟ ما هو العمل العظيم الذي يغني عن هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليكثر من ذكر الله. إذن فلتكثر، فالله أكثر وأطيب. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا.